شغال بدي اقول لك بشيء، وهو اليوم انا احس نفسي مرتاح كون متدين واصلي واصوم ومتبع الحق وعلى هذا نهج الحق. شكرا لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يزيدك من توفيق ان شاء الله. اكو امر مهم انبهك عليه. شنو شيخنا؟ جدا مهم. شنو هو؟ اكو مجموعه من الناس، بعض البشر هم يقولون احنا وين الحق، نصلي نصوم ولكن الله سبحانه وتعالى يدخلهم للنار. شلون هذا الشيء؟ كلام عجيب وغريب. اي كلام عجيب. اوضحه لك. بعض الناس يعني هو يتبع الحق، يتبنى الحق، لكن هو ما يعمل للحق شيء. لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يواجه الباطل. يستطيع أن ينصر الحق ولكنه لا يقدم شيء للحق. ساكت عن أهل الباطل ويصلي ويصوم ومتدين. الله سبحانه وتعالى يدخله إلى النار. شيخنا رد الدليل شلون راح يدخل نار جهنم؟ هو متبع الحق، اريد دليل انا اليوم. هواي أدلة، أنطيك دليل واحد، دليل واضح. وهو شيخنا؟ هواي أدلة، أنطيك دليل واحد وواضح جدا. رواية تروى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا شعيب إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، تمام، و60,000 من خيارهم. الله، عجيب هذا. فهذا أمر عجيب. يعني شوف النسبة الأكثر اللي راح الله سبحانه وتعالى يعذبهم هم الأخيار. اللي يعني شنو الأخيار؟ يعني وين الحق؟ الله، عجيب. فقال شعيب: يا رب هؤلاء الأشرار واضح أنه يستحقون العذاب والعقاب، فما بال الأخيار؟ الأخيار اللي يتبعون دينك ويتبعوني، فشو السبب؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه قال: إنهم داهنوا أهل المعاصي، يعني أهل الباطل، فلم يغضبوا لغضبي. الله سبحان الله. يعني ما نصروا الحق، بقوا ساكتين، يعني ما غضبوا بوجه الباطل، ما نصروا الحق. هم كانوا يصلون وكذا ومتدينين، لكن شنو؟ يعني بس كلام، بقوا جالسين قاعدين في بيوتهم وما نصروا الحق. بس كلام، قالوا احنا اهل الحق وهاي. اي أسألك سؤال، جواب شيخ. تدري أهل الباطل شلون سيطروا على العالم ويحكمون؟ شلون شيخ؟ شلون؟ السبب منه؟ السبب مو أهل الباطل فقط، السبب انه اهل الحق هم السبب الاكبر في سيطرة اهل الباطل على العالم. عجيب. لان بزمان النبي شعيب عليه السلام كانوا الاخيار نسبة 60% هم السبب في وصول اهل الباطل الى الحكم والى السلطة والى السيطرة على العالم. وبزماننا هذا قد تكون النسبة اكثر، قد تكون النسبة الان احنا اهل الحق السبب بنسبة 70% 75% والباقي لمن؟ للباطل. فالباطل يسود مو بجهوده فقط، وإنما بسكوت وجلوس أهل الحق عن المطالبة ونصرة الحق. هو هذا الأمر. وضحت لي وكنت ما فاهم هذا الموضوع شيخنا. لا ضروري تفهم هذا الأمر زين وتخلي ميزان عندك. مشكور شيخنا على التوضيح. الله يسلمك.